لحظة الصلح في منزل حميد القرقيري والد المغدور أحمد، ومفاجأة صادمة يفجرها والده قبل القصاص. تصريح خطير من والد المغدور أحمد وقصة قتله على يد مترك بن عايض في جدة وآخر تفاصيل الواقعة. قصة عتق رقبة مترك بن عايض. هذه الواقعة حدثت من أعوام مضت لكنها عادت من جديد لتثير ضجة في الأوساط السعودية، وذلك على أثر الهاشتاج الذي تم تداوله عتق رقبة مترك بن عايض، الذي تعود من جديد حادثة المغدور أحمد القرقيري. وسرعان ما بدأت ردود الفعل تصدر بفعل مشاركة هاشتاج عتق رقبة مترك بن عايض، والذي حصل على نسبة كبيرة من الرفض، ليقابله هاشتاج آخر يحمل لا أعتق رقبة مترك بن عايض، ليطالب الجميع بعدم التنازل عن حقه. وعلى أثر ذلك أصبحت قصة مترك بن عايض محط لجدل واسع. وهنا هنعرف حقيقة الخبر. لم يصدر أي قرار بالعفو من الجهات المعنية بشأن القاتل مترك بن عايض الذي قتل المغدور أحمد القرقيري بعدد من الطعنات في البطن، لكن فعل أهل القاتل هاشتاج مطالبين بعتق رقبة ابنهم مترك، في حين رد آخرون بتفعيل هاشتاج بعدم عتق رقبته. وسادت حالة من الجدل الواسع في الوسط بين المؤيدين والمعارضين.